أهلا بكم في قناة فسر لي، أقوى قناة تفسير أحلام لأقوى المفسرين. تابعونا دائما لكل جديد في تفسير الأحلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكل جديد. تفسير حلم احتراق البيت. تفسير حلم احتراق البيت للعزباء. رؤية منزلي يحترق وأنا أبكي، علامة على الفترة السيئة التي تمر بها خلال هذه المرحلة، وذلك بسبب بعض التقلبات المزاجية التي تشعر بها. مشاهدة أن غرفتي تحترق وأنا بداخلها دلالة على أنها تعاني من بعض الأفكار السلبية التي لا تجعلها تفكر في مستقبلها بشكل جيد، وهو ما يجعلها تشعر بحالة من فقدان الأمل. أشخاص يحاولون إحراق المنزل. يدل على أن هناك بعض الأشخاص حولها يحاولون دائما الترصد لها ومن ثم إفساد حياتها، حيث يجب عليها الحرص أثناء التعامل معهم. رؤية أني أحاول إنقاذ المنزل من الاحتراق دليل على أنها تواجه المشاكل والعقبات التي تقف في طريقها بقوة وإرادة كبيرة، والأمر الذي يجعلها تشعر بالثقة حيال نفسها. شخص يساعدني على إطفاء حريق المنزل. ينم على أنها ستدخل في علاقة عاطفية جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساعدها على الشعور بحالة مزاجية رائعة. رؤية غراب أسود يقف على منزل محروق ينذر بأن هناك بعض الأخبار السيئة التي قد تسمعها في الفترة المقبلة، حيث يجعلها تشعر بالضيق والحزن خلال هذه الفترة. أطفئ حريق منزلنا بمواد تساعد على الاشتعال، دلالة على أنها تعاني من حالة من اليأس وفقدان الأمل في حياتها، الأمر الذي يجعلها لا تجيد التصرف في العديد من الأمور في حياتها. أبي يبكي لرؤية المنزل يحترق، إشارة إلى الفترة السيئة التي يمر بها والدها، وهو الأمر الذي يجعله في أمس الحاجة إلى المساعدة والدعم. تفسير حلم احتراق البيت للمتزوجة. رؤية غرفة أولادي تحترق، إشارة إلى أن أولادها يمرون بمرحلة من التقلبات الذين يشعرون بها خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذين يحتاجون فيه إلى المساعدة. مشاهدة منزلنا القديم يحترق، دلالة على أن هناك بعض الأفكار التي ما زالت تطاردها من الماضي، حيث يجعلها لا تفكر في حياتها بشكل جيد. زوجي يساعدني على إطفاء حريق المنزل، إشارة إلى قوة ترابط العلاقة بينها وبين زوجها، وهو ما يجعلها تشعر تجاهه بالأمان والدفء. أبتسم لرؤية منزلي يحترق، يشير إلى قوة الشخصية الكبيرة التي تتمتع بها، وهو الأمر الذي يساعدها على تجاوز العديد من المشكلات التي تواجهها في حياتها. رؤية منزل عائلتي يحترق، علامة على أن عائلتها يمرون بحالة من عدم الاستقرار بشكل كبير، حيث يجب عليها التواصل معهم بشكل دائم ومن ثم تقديم المساعدة لهم. مجموعة من الطيور يحاولون إطفاء حريق منزلنا، دلالة على أن هناك فرح كبير ستحظى به في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي يجعلها تشعر بالحالة من الاسترخاء والهدوء. رؤية منزل مهجور يحترق، دليل على أن هناك بعض الاضطرابات التي تعاني منها في حالتها النفسية، لذلك قد لا ترغب في التواصل مع الآخرين بشكل كبير خلال هذه الفترة. مجموعة من الناس يحاولون إطفاء منزلنا، يدل على أن هناك من يحاولون دائما تقديم المساعدة والدعم لها هي وأسرتها، الأمر الذي يجعلها تشعر بالامتنان تجاه من يقدم لها المساعدة بشكل كبير. رؤية منزل صديقتي يحترق، علامة على العلاقة القوية التي تجمعهما بصداقتهما، وهو الأمر الذي يجعلها دائما ما تلجأ إليها في الأوقات الصعبة التي تمر بها. تفسير حلم احتراق البيت للحامل. رؤية المستشفى تحترق، علامة على أنها تعاني من بعض الاضطرابات في الحمل في هذه الفترة، تشعر بحالة نفسية سيئة. منزلي يحترق وطفلي يبكي، دليل على أن الجنين يعاني من بعض الأمراض، الأمر الذي يجعلها في حالة إلى المتابعة مع الطبيب من أجل تقييم حالاتها بشكل دقيق.
رؤية الطبيب يساعدني على إطفاء حريق المنزل. دلالة على أنها تشعر بحالة من القلق الشديد حيال الحمل والولادة، وهو ما يجعلها تشعر برغبة في الهروب من كافة المسؤوليات التي تتحملها. زوجي يحاول إطفاء حريق المنزل وهو يبتسم لي، إشارة إلى أن زوجها دائما ما يقدم على المساعدة والدعم بشكل كبير لها، يجعلها تشعر بالدفء والحب تجاهه. مشاهدة أخي يبكي لحريق منزلنا يؤول إلى العلاقة القوية التي تجمعها بأخيها، الأمر الذي يجعلها ترغب دائما في تقديم المساعدة له قدر المستطاع. طفل صغير يحاول إطفاء حريق المنزل، ينم على أنها ستنتهي من حالة الحمل بشكل سليم مع الاطمئنان على حالة الجنين، وهو الأمر الذي سيجعلها تشعر برغبة في أخذ قسط من الراحة. مشاهدة شخص غريب يحاول حرق المنزل دلالة على أنها لابد من الحذر أثناء التعامل مع بعض الأشخاص حولها، فقد يضمرون لها بعض النوايا السيئة دون إظهار لها ذلك. تفسير حلم احتراق البيت للمطلقة. رؤية زوجي السابق يساعد في إطفاء حريق المنزل، يدل على أن زوجها السابق ما زال يرغب في العودة إليها من جديد، حيث يتطلع إلى مصارحتها بالأمر في أقرب فرصة ممكنة. منزل السابق يحترق، دليل على التجربة الفاشلة التي مرت بها والتي تركت بداخلها بعض المشاعر السيئة. أمي تبكي لرؤية غرفتي تحترق، علامة على أن والدتها تشعر بالأسى تجاهها بشكل كبير جراء التجارب السيئة التي مرت بها في حياتها، الأمر الذي يجعل والدتها تقدم لها المساعدة دائما. منزل قديم يحترق، إشارة إلى أن هناك بعض الأفكار السيئة التي تطاردها من فترة إلى أخرى، الأمر الذي يجعلها تفكر في حياتها بشكل سلبي. رؤية شخص ما يساعدني على إطفاء حريق المنزل، ينم عن أنها ستدخل في حالة عاطفية جديدة الأيام المقبلة، حيث يطرأ عليها بعض التغيرات في حياتها والتي تجعلها تشعر بالسعادة. أشاهد منزلي يحترق وأنا أضحك، دلالة على قوة الشخصية التي تتمتع بها بشكل كبير والتي تساعدها على إدارة أمور حياتها بشكل سليم ومنضبط. منزل يحترق في غابة خضراء، علامة على أنها ستتخلص من كافة المشاكل والعقبات التي كانت تعاني منها خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يجعلها تشعر بالراحة بشكل كبير. تفسير حلم احتراق البيت للرجل. مشاهدة منزل يحترق وسط حشد من الناس، دليل على أن هناك بعض الأزمات التي سيعاني منها خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يجعله يشعر برغبة في الهروب من هذه الأزمات. رؤية أبي يساعدني على إطفاء حريق المنزل، يدل على قوة العلاقة التي تجمعه بوالده، وذلك بسبب الدعم والمساعدة التي دائما ما يقدمها والده له. منزلي يحترق وأنا أبكي، إشارة إلى الحالة المزاجية السيئة التي يمر بها خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يجعله يشعر بالإحباط بشكل كبير. فتاة تساعدني على إطفاء حريق المنزل، دلالة على أن هناك علاقة عاطفية جديدة سيدخل بها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يجعله يشعر بتحسن كبير في حالته المزاجية. مشاهدة صديقي يساعدني على إطفاء حريق المنزل، علامة على العلاقة القوية التي تجمعه بأصدقائه، الأمر الذي يجعله يشعر بالامتنان حيال أصدقائه بشكل كبير. منزلي يحترق وأنا أبتسم، دليل على أنه يمتلك قوة إرادة تجاه تحقيق أحلامه وتحقيق كل ما يتمناه في الحياة، وهو ما سيصل إليه قريبا. شكرا لكم على وصولكم إلى هنا، ونتمنى لكم أحلاما طيبة، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من تفاسير الأحلام والرؤى على قناة فسر لي.